السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناتي وخواتي متابعيني. وصفتي لهذا اليوم هي محشي الباذنجان باللحم المفروم. نبدأ وصفتنا بسم الله. بوصفتي هذه أنا استخدمت كيلو من اللحم. نوعية اللحم اللي تحبون تستخدمونها حسب رغبتكم. إذا ما كان متوفر عندكم اللحم أكيد طبعا تقدرون تستخدمون أفخاذ الدجاج أو صدور الدجاج. هسه راح أضيف ملعقة متوسطة من الزنجبيل، وبعدها راح أغطي وأتركه من 5 إلى 6 دقائق حتى ينزل كل السوائل والمي اللي بداخله. هسه بعد مرور 6 دقائق نشف عندي المي تماما. راح أضيف 2 ملعقة كبيرة من السمنة اللي هو الدهن النباتي، وأكيد طبعا تقدرون تستخدمون الزيت بدل السمنة. عندي هنا 2 حبة كبيرة من البصل، قطعتها قطع جدا صغيرة وراح أضيفها للحم. إضافة البصل للحم حسب كمية اللحم اللي تستخدمون، المعنى إذا استخدمتوا لحم أقل تضيفون كمية بصل أقل. عندي هنا حبة كبيرة من الفلفل البارد، نفس الطريقة قطعتها قطعة جدا صغيرة وضفتها للحشوة. وإذا كان عندكم دبس الفلفل اللي هو معجون الفلفل تقدرون تستخدمونه وتستغنون عن الفلفل الأخضر. بالنسبة للبهارات استخدمت الملعقة الصغيرة، ضفت ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من البابريكا وملعقة صغيرة من كيان بابر وملعقة كبيرة من الملح. بالنسبة للبهارات كيان بابر هي الفلفل الأحمر الحار، فلفل نوعية خاصة طعمه جدا طيب بالوصفات وبنفس الوقت صحية ومفيدة للجسم، أنصحكم تجربونه. آخر مكون راح أضيفه للحشوة هو معجون الطماطة. راح أضيف ملعقة كبيرة من معجون الطماطة، ينطينا طعم ولون جدا طيب للوصفة. الحشوة كل ما نحمسها أكثر كل ما نحصل على طعم أطيب. هسه بعد ما جهزت عندي الحشوة راح آخذ من 3 إلى 4 ملاعق حتى نضيفها للصلصة اللي راح نجهزها. الخطوة اللي بعدها هنا بديت أحضر الباذنجان. راح أشيل جزء من القشور، ما راح أشيلها كلها. كمية الباذنجان اللي أنا مستخدمتها بهذه الوصفة كيلوين، وأكيد طبعا تقدرون تستخدمون أكثر. بالنسبة للحشوة بنات إذا زادت عندكم تقدرون تحتفظون بها بالمجمدة، تغلفونها بأكياس نايلون وتحتفظون بها بالمجمدة، ومن تحتاجونها تقدرون تستخدمونها. بعد ما ضفت الملح للباذنجان قشرت 3 حبات من البطاطا اللي هي البوتيتا، قطعتهم نفس القطع ونفس الارتفاع اللي قطعت به الباذنجان. بعد ما ضفت الملح للبوتيتا راح ننتقل للمرحلة اللي بعدها هي مرحلة القلي. ضفت هنا كمية من الزيت، وبعد ما غلى عندي الزيت نزلت الباذنجان. بعد ما أخذ عندي هذا اللون راح أقلبه للجهة الثانية. إذا حبيتوا تسوون نفس الوصفة اللي أنا مسويتها وتحصلون على نفس الطعم، أهم شي بنات تقلون الخضار ويكون الجهتين ماخذين نفس اللون. أكلتنا لهذا اليوم جدا طيبة ومميزة. صحيح هي تاخذ وقت من عندنا لكنها تستحق التعب. بعد ما جهزت عندي الصينية لاحظوا الفتحات اللي سويناها بالباذنجان تساعدنا حتى ينزل عندنا الباذنجان بكل سهولة، وبهاي الطريقة نقدر نضيف كمية أكثر من حشوة اللحم. وبهاي الأثناء راح أشرح لكم بعض الملاحظات بتفيد الخوات الموظفات والبنات اللي وحدهم بالبيت. بالنسبة للحشوة تقدرون تحضرونها قبل بيوم أو يومين وتتركونها بالثلاجة، وثاني يوم تكملون بقية الوصفة. بهاي الطريقة راح تصير عندكم الوصفة أسهل. والملاحظة الثانية إذا زادت عندكم الحشوة تقدرون تسوون منها السمبوسة، طعمها يكون جدا طيب. راح أضيف ملعقة من السمنة وحبة من البصل قطعتها لقطع صغيرة. بعد ما يذبل عندي البصل راح أضيف حبة من الفلفل الأخضر، وأكيد طبعا تقدرون تضيفون الفلفل الحار حتى تصير عندكم الوصفة حارة إذا حبيتوا. بعد ما ذبل عندي البصل والفلفل وانحمس وأخذ هذا اللون الذهبي بديت أحضر عصير الطماطة. عندي 5 حبات من الطماطة، وعندي هنا 6 حبات من الثوم. إضافة الثوم للوصفة ينطينا طعم جدا طيب. هسه راح أغطيها وأتركها من 5 إلى 6 دقائق حتى تنضج. بعد مرور 6 دقائق ضفت الحشوة، وعندي هنا معجون الطماطة راح أضيف 4 ملعقة كبيرة من معجون الطماطة، وبعدها راح أضيف ملعقة كبيرة من الملح
وملعقة متوسطة من البابريكا الحارة. وإذا ما كان متوفر عندكم البابريكا تقدرون تضيفون الفلفل الأسود. بعد ما ضفت المي راح أغطيها وأتركها مدة من 5 إلى 6 دقائق حتى تنضج كل المكونات مع بعضها. ما بعد مرور 6 دقائق جهزت عندي. وهسه راح أشرح لكم بخصوص الفرن. في البداية نشغل الفرن من الأسفل فقط على درجة حرارة 200. ندخل الصينية على الرف الثاني. المدة اللي راح تجهز بها الصينية من 25 دقيقة إلى 30 دقيقة. وطبعا أكيد فرن عن فرن يختلف، المعنى تراقبون الصينية إلى أن تجهز عندكم. وأثناء ما أدخل الصينية للفرن أبدأ بتحضير السلطة. عندي هنا الخيار والطماطة والفلفل والبصل. بعد ما قطعت الخضار راح أضيف كوب من الزيتون، وبعدها راح أضيف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الزعتر وملعقة صغيرة من الملح. عندي هنا الليمون، راح أضيف عصير ليمونة كاملة. وآخر مكون راح أضيفه للسلطة هو الجبن. الجبنة اللي تضيفونها حسب رغبتكم، أي جبنة تحبونها وتفضلونها تقدرون تضيفونها. وصلنا لنهاية الوصفة. أتمنى تكونون استفادتوا من وصفتي لهذا اليوم. أشوفكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. في أمان الله. باي حبايبي، باي باي تابعيني.